السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنعاود لكم أخطر عملية نصب اللي دار في المغرب. الهدف من هذا الفيديو هو التوعية للناس باش ما يتعرضوش للنصب. شفنا مؤخرا بزاف ديال المغاربة كيتعرضوا للنصب، اللي منهم هاد المغاربة اللي نصب عليهم واحد الشخص اللي دا ليهم 15 مليار سنتيم، وبزاف ديال المغاربة اللي نصبوا عليهم عن طريق الكونترات ديال أوروبا أو عقود ديال العمل. هاد القصة اللي غنعاود لك غتشوف هذا النصاب كيفاش نصب على هذا مول التاكسي بواحد الطريقه اللي ذكيه ما تتخيليش كيفاش نصب عليه. وفي اخر في هذا الفيديو غنعرفوا شنو هو السبب اللي كيخلي الانسان ينصب عليه، يعني يتعرض للنصب في اخر في هذا الفيديو، اللي هو السبب الطمع. وغنحاول نعرفوا شنو هو هذا الطمع في اخر في هذا الفيديو. غنتعرفوا على شنو هو السبب اللي كيخلي الانسان يتعرض للنصب، وراه هو الطمع. وخصنا نعرفوا اولا شنو هو الطمع. في اخر الفيديو غيكونوا فيه معلومات اللي غتستافد منهم باش ما تتعرضش للنصب. دابا نعاود لكم القصه. هذا واحد مول التاكسي عليه مبيب. واحد النهار يعني طلع عنده واحد الشخص، هذا الشخص هو نصاب. طلع عنده ودا واحد المسافه اللي قال ليه شحال، قال ليه 20 درهم، وهو يجبد 50 درهم عطاها ليه. بغا يرد ليه الصرف قال ليه لا، قال ليه هذيك 50 درهم عطيتها لي. وهذاك مول التاكسي مبقاش قال ليه لا لا لا, لا عطيني 20 درهم ديالي، هز 50 درهم دخلها. وهنا عرف داك النصاب باللي هذاك مول التاكسي طماع. واش قال ليه؟ قال ليه واش ممكن تعطيني نمرتك في حال الا بغيت نمشي لشي بلاصه نعيط عليك ويديني ونخلصك. قال ليه قال لي يعني وافق داك مول التاكسي، عطاه نمرته. ودازت واحد يومين وعاود صونا ليه. قال له ودي بغيتك تديني واحد البلاصه. ملي دا عاوداني لواحد البلاصه، بدا عاوتاني واحد البلاصه قال لي عاوتاني شحال البلاصه، يعني حيت كيديو من كيديه من بلاصه لبلاصه، كيخدمها مثلا واحد النهار كامل من بلاصه لبلاصه، هنا. المهم ملي قال لي شحال قال لي ودي 100 درهم. ملي قال لي 100 درهم عطاه هذاك النصاب 200 درهم. داك مول التاكسي بدا كيفرح، قال لك هذا السيد وكنقول ليه مي كيعطيني 200 يعني دخلوا الطمع فرحان. صافي يعني غير حتى ولات عندهم بينهم علاقه. باش تعرف النصاب راه ماشي ينصب عليك غير في نهار. هادوك النصابه الواعرين يعني كيستغل الوقت شويه بشويه حتى وكان تثق فيه، لان الثقه هي كل شيء في هذا العالم ديال النصب. هادشي اللي كل نهار كيتصل به اجي ديني هنا، كتسال 20 درهم هاك 50 درهم صافي كل نهار حتى دار فيه الثقه. واحد النهار داه لواحد البلاصه، قال ليه شحال خلصوا، زاد ليه في الثمن. قال ليه بغيت نسولك. قال ليه ودي انا بغيت نمشي لمراكش، يعني هذه وقعت في اكادير. قال ليه بغيت نمشي لمراكش، واش ممكن تمشي معايا؟ غنكريو شي طوموبيل، كريو شي طوموبيل وتكون الشيفور ديالي، يعني ديني عندي واحد الخدمه في مراكش وندور كاع في مراكش واحد شويه، لان لا دخلت للمغرب ما دارش بزاف في المغرب، ندور في مراكش ومن بعد نرجعوا. قال ليه وداك الشيء اللي كتصور في النهار في التاكسي غنضربوا لك على جوج، كتصور 500 درهم عندك 1000 درهم في النهار. داك مول التاكسي صافي دخلوا الطمع ديال بصح، يعني السيد قال لك همزه هادي انا غير غنسوق غنديه. قال ليه وافق. مشى هذاك مول التاكسي قال ليه غدا في الصباح نتلاقاو في واحد البلاصه. مشى هذاك مول التاكسي عطى التاكسي لمول التاكسي، عيط عليه، مشاو تلاقاو. قال ليه يلاه مشاو فطروا، مشاو قال له نمشيو لاجونس باش نكريو الطوموبيل. مشى هذاك عارف اشنو كيدير، مشى كيقلب حتى كره واحد الطوموبيل. مشى لاجونس اللي كيكري الطوموبيلات الواعرين، كاين غير البورش، الرونج روفر، بي ام دبليو، يعني الطوموبيلات الواعرين. هو ما حاولش يقلب على شي طوموبيل اللي كتبان باللي بحال البورش بحال الرونج روفر، قلب على واحد الطوموبيل اللي غاليه وكتبانش هي واش غاليه، ولكن هي غاليه. اللي كاين بزاف ديال الطوموبيلين ديال الطوموبيلات غاليين ولكن ما كتبانش عليه واش غاليه. كره داك الطوموبيل، مشى شاف الطوموبيل القيمه ديالها في السوق كتسوى 60 مليون. مشى عند مول لاجونس قال له ودي بغيت كيرا الطوموبيل شحال النهار، 500 درهم ولا 600 درهم قال ليه النهار. قال له اوكي بغيت نكريها واحد 3 ايام بحال هكا. قال ليه 3 ايام. قال ليه شحال، يعني قال ليه 1500 درهم. قال ليه واش اش خاصك يعني باش قال ليه ودي عطيني لاكارت ديالك. هذاك النصاب قال ليه هذاك مول لاجونس عطيني لاكارت ديالك واحد الشيك ضمانه. مشى هذاك جبد الشيك، قايل لي شيك ضمانه ديال فيه 10000 درهم ولا 20000 درهم على حسب شحال قال لي. شيك ضمانه
يعني شيك ما فيه لا سمية لا حتى شي حاجة، غير شيك ضمانة عطاه ليه. أولا يقدر كان ما عطاه شيك، ما كنتش عاقل بزاف على هاد. المهم عطاه شيك، جبد بغا دار يدو بغا يجبد لاكارت، وقال نسيت لاكارت في الدار، مشكل صافي. قال واش دابا اش غندير، واش غنرجع للدار نجيب لاكارت والوقت مشات، شنو غندير، الدار بعيدة. قال له مول التاكسي وشوف واش ممكن، قال لي اعطيه لاكارت عندك لاكارت عطيها لي باش كاع ما نتلاقاو حتى شي مشكل. صافي داك مول التاكسي عنده لاكارت، جبد هز لاكارت عطاها لمول لاجونس، مول لاجونس قيد لي معلومات ديال الطوموبيل على لاكارت ديال مول التاكسي. ملي صافي كراو الطوموبيل، مسائل قادين، كلشي مقاد، الطوموبيل كراوها، سألت الطوموبيل على السمية ديال مول التاكسي، شدو الطريق لمراكش، كادورو في مراكش واحد النهار يومين، حتى النهار الثالث. النهار الثالث مثال هادي قال لي اودي، قال لي غدا في الصباح، قلت لي غدا في الصباح بغيتك يعني ملي فاقو في الصباح، قال لي كما كتعرف انا دائما كنشرب القهوه ديالي، بغيتك ديني شي قهوه نشرب القهوه ديالي على راحتي. مشى داه لشي قهوه، حط الطوموبيل برا، مشى دخلوا للقهوه، شدوا القهوه بحال هكا، يلاه جالسين واحد الشويه كيشربوا القهوه. قال لي هاي نسيت التليفون ديالي في الطوموبيل، راه كاع السوار تمشي نجيبو. عطاه السوار ديال الطوموبيل، مشى هذاك دخل الطوموبيل دار امارش، هو يمشي ما بقاش رجع. داك مول التاكسي كيتسنى حتى كيتسنى حتى ما بقاش قدر يتسنى في القهوه، خرج كيقلب تلقى الطوموبيل ما كايناش، تلقى هذاك مشى. صافي بدا كيفهم، يلاه كيفهم بلي راه نصب عليه. ايوا هادي كيفاش كيقول لي كيقول ليه 100 درهم كيعطيني 200 درهم، كيفاش قال لي نسيت لاكارت، عطيتو لاكارت ديالي. بدا كيفكر عاد عرف بلي راه هو تنصب عليه. والسميه ديال الطوموبيل على السميه ديال الطوموبيل على السميه ديال لاكارت ديالو. يعني السيد ملي رجع عاود تاني مشى عند مول لاجونس، عاود ليه اش عاود ليه مول لاجونس، هو قال ليه انا الطوموبيل على السميه ديالك، انت اللي غتخلص لي الطوموبيل ديالي ولا حنا. داكشي اللي كيدير يعني السيد، يا اما الحبس يا اما يخلص الطوموبيل. صافي بدا كيخلص الطوموبيل شويه بشويه. يعني تخيل من كان كيسوق غير التاكسي حتى ولا كيخلص الطوموبيل القيمه ديالها 60 مليون. تقدر كاع تكون كثر غير ما عقلش على القصه بالضبط. يعني شوف 60 مليون كيخلص. ولكن الا جينا نشوفوا السبب اللي خلاه انه يتعرض للنصب، هو الطمع. انسان طماع، ما قنعش بداك الشيء اللي بديك الخدمه اللي عطاه الله، بداك الشيء اللي كيصور كل نهار كيصور واحد 100 درهم، ما قنعش بداك الشيء، بغى اكثر. دابا نجيو للقضيه ديال الطمع. الطمع شنو كيوقع في الانسان ملي كيكون طماع؟ انت ما بقيتش كتشوف المنطق، ما بقاش كيخدم عندك. شوف الطمع ملي كتكون طماع، المنطق ما بقاش كيخدم، ما بقاش كتفكر في المنطق، كتفكر انت غير طماع، بغيتي الفلوس باي طريقه. لان الانسان اللي كيكون طماع اولا ما كيامنش بالرزق. يعني داكشي لا يرزق لك الله، راه يرزق لك واخا تكون. الانسان اللي طماع كيفكر هو غير يوصل لداكشي اللي بغا باي طريقه، ما كيفكرش بالمنطق ولا بلا منطق باش تقول هذا. حيت انت ملي كتكون انسان عادي ماشي طماع، ملي كتسمع لهاد القصص كيجيك هادشي، ما يمكنش اخويا، كيفاش غتنصب علينا هادشي راه باين واش غنصب عليك. ولكن اسمعني مزيان، راه ملي كتبقى شنو هو الطمع. الطمع راه واحد الفيروس. شنو فيروس؟ الا مشيتي حتى وليت طماع، راه ما بقاش كيبان لك شي حاجه سميتها المنطق. بحال هاد الناس اللي نصب عليهم هاد الشخص دار لهم 15 مريال سنتيم، قال لهم اعطيني 2000 درهم السيمانه نرجع لك ب 1000 3000 درهم. يعني ما سولوش كيفاش كيخدم، كيفاش كيربح، كيفاش كيسول، واش غير اجي نعطيك الفلوس غير هكاك. يعني طماعين باغيين الفلوس باي طريقه، يعني باي طريقه. يعني ما كيامنوش باللي الا كتب لهم الله 70 مليار راه غتكون ديالك، غتكون ديالك. يعني خلاصة القول، الناس اللي كيتعرضوا للنصب هما الناس اللي طماعة. كنتي انسان طماع اسمعني مزيان غينصب عليك. وكنتي انسان كتخدم، الا كنتي كتخدم المنطق، وكنتي كتخدم المنطق، راه حتى شي واحد ما ينصب عليك. الا ما كنتيش طماع حتى شي واحد ما ينصب عليك. دائما خصك تكون عارف بلي داك الشيء، حيت ما يمكنش يجي شي واحد يعطيك الفلوس غير هكاك، كتسالو 50 يعطيك غير 100، واش كضحك عليا؟ راه ما يمكنش، راه مستحيل. ما تجيش تقول لي هكا، مستحيل ولو بغى شي حاجه فيك.
ما تضحكش عليا. يعني خص تكون واحد صريح مع راسك، ما تضحكش على راسك، حيت المنطق هو المنطق. يعني الناس، باش نقول لك خلاصة القول، الناس اللي طماعة هما اللي كيتعرضوا للنصب. صافي، الناس اللي طماعة هما كتعرض. كنت اخويا طماع. اشوف الناس اللي طماعة اللي كيتعرضوا للنصب، وزيد عليهم الناس اللي ما كيامنوش بالرزق، داكشي اللي رزق لك الله. بحال هادو مثلا اللي كيبغيو يمشيو لاوروبا باي طريقه، كيجي كيقول لي عندي كونطرا ب 10 ديال المليون، سبق لي غير مليون، وما يقولها حتى شي واحد. شوف، هو باغي يمشي لاوروبا باي طريقه، ما كانش عارف بلي الا كتب ليه الله اوروبا راه غيمشي ليها، غيمشي ليها. وكاش كيمشي كيعطيه مليون باش ما يعرف حتى شي واحد، كيستغل وكيدير ليه ديك مليون. واش كضحك عليا؟ كيفاش عطيني مليون باش ما يعرف حتى شي واحد؟ انا هادشي اللي كدير انت غير قانوني. كنعرفو اصلا انا بيع الكونطرات في المغرب يعني غير قانوني، ولكن باش نعطيك الفلوس قبل ما تخرج ديال الفيزا ديال العمل، راه ما يمكنش. ما يمكنش. يعني واش كضحك عليا؟ يعني انت كيحاول يستغل، حيت انت اصلا ما كتامنش انك واحد الانسان اللي ما كتامنش بداكشي اللي غيكتب لك الله غيكتبو لك. واخا كتامن انك اي حاجه الا ما درتيهاش بيديك ما غاديش توصل ليها، هادشي اللي كتامن به. الانسانيه كيخدم، كيحاول يخدم بيدو، ولكن خدم باللوجيك، خدم بالمنطق. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كانت من الفيديو، شكرا للمشاهده، والى نلتقي في حلقه ديال فيديو اخر ان شاء الله.